تبدأ حكايتنا يا صديقي في غابات الأمازون المهجورة، فرقة استكشافية بيدوروا على أسرار كده عمرها ملايين السنين، وفي نفس الوقت في معامل سرية بتحاول تعمل ديناصورات مهجنة تقدر تعيش وسط البشر بأمان، ديناصورات ولف كده يعني. لكن اللي محدش كان متوقعه إنهم يرجعوا الديناصورات أذكى وأخطر من أي حاجة شافها الإنسان قبل كده. ومن هنا الدنيا بتتقلب، الديناصورات المهجنة تظهر زي الديركس المهجن اللي شكله مرعب كأنه خارج من فيلم فضائي، والرعب بيزيد لما نلاقيهم بيتحركوا جوه المدن وسط الناس وبيبداوا يسيطروا على كل حاجه حواليهم، لدرجه ان نيويورك نفسها بتتحول لساحه معركه. وكمان بيطلع ديناصورات نادره زي الاكولابس والتيناسورس واللي معمول لهم مجسمات حقيقيه مش بس جرافيك. واللي هيعجبك اكتر يا صديقي ان الفيلم مش بيعيد نفس حكايات اجزاء اللي فاتت، لا ده بيبدا قصه جديده تماما فيها مفاجآت محدش متوقعها. الفيلم هيحسسك بتوتر وخوف وحماس علشان مليان لحظات بتقلب فجأة رعب أو مطاردات، وفي الآخر الفيلم بيسيبك قدام سؤال مرعب: هو الإنسان لسه سيد الكوكب ولا خلاص الملوك الحقيقيين رجعوا ياخدوا مكانهم؟ ولو وصلت لغاية هنا يا صديقي ما تنساش تعمل لنا متابعة عشان يوصلك كل جديد، ولايك وشير وقول لنا في الكومنتات إيه رأيك في الفيلم، وسلام.